جماهير النادي الاهلي. ليه؟ لان انت عايز تخش البطولات وتاخد فلوس. طب واللعيبه دي مش حرام؟ ما انت بتيجي بعد كده كابتن اعتذر مثلا عن البطوله العربيه يا عم، بطوله عربيه، وكان اعتذر عن كاس عالم للانديه. تفكير ان انا برضه مش عايز ويعتذر كمان عن كاس. بص يا فاروق، قلت لي اعتذر عن ايه؟ كاس العالم للانديه. هقول لك ليه. انا اعتذر عن كاس العالم؟ ايوه، ايه يعني؟ شرف اي نادي يا عم سيبك بقى من الاونطه دي. ما انت رحت انت 4 و4. ما انت رحت خدت كاس العالم. بص انا في انديه مش عارفه تروح يا عم سيبك من الاونطه دي بقى. سيبك من الاونطه دي. ازاي؟ سيبك من الاونطه دي. ما الانديه اللي انت بتقول اللي انت قصدك عليها دي، اسمع بس، ما تعيش في الدور بس. ما انت بتروح تشيل 4 وتيجي، وايه يعني بقى؟ انت بتروح تفضحنا وتيجي، بتخلي الناس تقول لك ما فيش كوره في مصر. ما تالت العالم قبل كده. وانت خدت تالت السنه دي عامه؟ لا ما يشرفنيش تالت، لان اصلا الهلال والفرقه يعني بتاعت حسين الشحات. اسمع بص، الفرقه بتاعت حسين الشحات دخلت مره واحده، خدت تاني. الفرقه بتاعت الهلال دخلت مره على ارضها. انا فاكر يا عم ارضها ولا مش ارضها، مش بتلاعب فرق. كان بيلعب ريال مدريد وجايبين فيه، مش حسين الشحات جايب فيه جون باين. تمام، واخد بالك؟ انت ما وصلتش للقصه دي. يبقى انا بص، اسمعني بس عشان ايه ما تخليش الجمهور يفكر ان احنا ضد النادي الاهلي. انا بكلمك ان التوقيت طالما في بطوله افريقيا قريبه هتخرج من هنا على هنا، اعتذر عن كاس العالم. ليه؟ صاحب بالين كذاب. انت رحت انهكت الفرقه كلها وخسرت، يعني ما خدتش كاس العالم. يبقى انا لما اروح كاس العالم هاخده، حتى لو عندي افريقيا قريبه، حتى لو انا هطلع من كاس العالم على افريقيا، انما انا مش هاخده. دي رقم واحد. رقم اتنين، انت رايح وصيف، واخد بالك؟ لا اعتذر عنها. يعني ريال مدريد يعتذر عن دوري ابطال عشان هو رايح، او يا حبيبي دي اصلا عن كاس العالم عشان هو رايح دوري ابطال؟ يا عم بطوله لو رايح دوري. ما كان في، اسمع بس، ما كان في سنه من السنين مش عارف برشلونه ولا الريال بعت الصف الثاني راحوا لعبوا في كاس العالم للانديه وخدوه. ده امتى دي؟ ارجع كده، ارجع، ده لسه قريب من حوالي 5 سنين 4 سنين، واخدوا البطوله. واخد بالك؟ ليه؟ لان عندهم الاهم. عندهم مثلا كان بطوله افريقيا الاهم، او اوروبا الاهم. انا بكلمك على حاجه. انا دلوقتي كنادي اهلي اللي هو نادي القرن، اللي هو بطل افريقيا ورقم 1 في افريقيا، انا عندي هطلع من كاس العالم للانديه على كاس افريقيا. انت عندك كاس افريقيا الاهم ولا كاس العالم للانديه اهم؟ مين اللي هتاخده؟ انا بكلمك بالمنطق. مين اللي انت مرشح بنسبه 90% عشان تاخده؟ افريقيا ولا كاس؟ بس انا خدت افريقيا كتير، 10 مرات. يبقى خلاص اعتذر عن افريقيا. لا، وانا اعتذر ليه؟ ما تسمع بس الكلام بقى. شرف لاي نادي ان هو يوصل. بقول لك في انديه نفسها تروح مش عارفه تروح. ما كان يروح قبلك. انت قصدك بس قولوا لك لا، ما انت اللي قصدك عليه. لا تحسدني. لا، ما انت هو في نادي غير الزمالك؟ هو في نادي غير الزمالك؟ طيب ما تبقاش خبيث. طيب بطل الخبث ده وما تقعدش ترمي من تحت الترابيزه. لا احنا نتكلم عادي بصراحه. الزمالك رايح قبلك. خلاص، ما دام انت جبت سيره نادي الزمالك لو هيروح كاس عالم ولا افريقيا، يعتذر عن افريقيا ولا لو انا يعتذر عن كاس عالم ويروح كده ويلعب افريقيا؟ لا، لو انا، لان هو مرشح ياخد افريقيا، انما مش مرشح ياخد كاس عالم للانديه. وبعدين انا بكلمك على النادي الاهلي، مش بكلمك على نادي الزمالك. والله انت عسل يا كابتن. لا انا اقسم بالله بكلمك بجد. انا بكلمك عشان انت دلوقتي لا قدر الله الاهلي ما خدش افريقيا، ينفع؟ اللي هي اصلا بيبقى مرشح بنسبه 95% ان هو ياخدها. طيب ما هو في سنين فاتت برضه كان في نفس الموقف الاهلي وصل النهائي. معلش كان عنده يعني فرقتين، نفس كان عنده مدرب. هو ما عندوش فرقتين دلوقتي؟ لا عنده بس ما عندوش مدرب. ما عندوش مدرب. اسمع اللي انا بقول لك عليه والله. ده اعتراضك على المدرب، ماشي. بالرغم ان انت حتى لسه يشيل 5 ويقعد. حتى انت لسه قايل دلوقتي النادي الاهلي منهك، مش مدرب بس بقى، يبقى في. ما انا بقول لك اعترفت بنفسك دلوقتي. ليه بقى؟ دي قرار اداره. انا دلوقتي اوازن بين كاس عالم للانديه وافريقيا. انا جماهيري عايزه ايه؟ افريقيا، لان هي دي المضمونه. صح؟ تمام. انا بقالي دلوقتي كام مره؟ انت 8 مره تشترك في كاس العالم للانديه، صح؟ تمام. كبيرك خدت الكام؟ تالت. خلاص. بس انا نفسي اخد تاني واخد اول بقى. مش هتاخد بالشكل ده، مش هتاخد مع المدرب ده، مش هتاخد. واخد بالك؟ فانا دلوقتي اوزنها، يبقى عصفور في اليد احسن من 10 على الشجره. فانا دلوقتي اقول ايه؟ بص انا ما بقولكش ما تشتركش، بس لو في فتره بعيده، يعني انت مثلا هتشترك في كاس العالم الشهر ده والشهر الجاي تبدا افريقيا، اشترك. وانا ما بقولكش ما تشتركش، بس انت الوقت ضيق، هتخرج من هنا على هنا. يبقى انت كده صاحب بالين كذاب.
انت عندك وجهه نظر يا كابتن. لا انا بقول لك، فكان طالما ان هي ورا بعض لا ما اشتركش في كاس العالم للانديه، انما لو في فتره بعيده لا اشترك طبعا، ده شرف وحاجه كويسه، ولاعب الريال عادي ولاعب برشلونه عادي. انت عارف القيمه التسويقيه للنادي الاهلي بتزيد قد ايه لما يا يلعب فريق حبيبي كبير زي ماشي، الأهلي؟ طب وبعد كده اما اخسر افريقيا واطلع بالشكل ده واخد رابع في كاس العالم للانديه؟ انت ما خسرتش يا كابتن، ما انت والمصحف خسرت، بتمشي ما انت خسرت افريقيا يابا اهو، مشيت في خطين ما انت ماشي متوازيين. على سطر الحمد لله انا مسلسل. عندي لسه الماتش الجاي يا عم بإيدي. سيبك من الاونطه دي بقى، بس الله، حتى هو انا مش هكسب الماتش الجاي، انا وصلت. هو انت مغسل وده من الجنه؟ ما تصبر، ما انا لعبت ما تشوف. لا يا بايدي حبيبي، الاهلي لا لغايه النهارده كان مش مدرب. بايدي. بص مش بايدي. بص، انت قلت حاجه حلوه في الانتر. اه كان لعيبه الزمالك في ايديها، ولعيبه الاهلي كانت مستنيه يعني ماتش صن داونز طبعا، ربنا طبعا هو الدعوات بيريد. والقدره الالهيه والتدخل الالهي. آه. حصل التدخل الالهي، واخد بالك؟ فانت دلوقتي برضه لغايه دلوقتي انت لسه في قلق. انت مفكر نادي الهلال هيجي كده ويقول لك انا هسيب الماتش؟ ده الماتش هيبقى صعب جدا. المستوى الفني